السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير باحوال جيده، ما ناقصكم حتى خير يا ربي. وانتم كتطلوا على هاد لا فيديو. الا كنتي اختي اول مره كتزوري القناه فمرحبا بك، ما عليك غير تضغطي لي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. اقتراح اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم هاد لا طاغت او تشيز كيك اللي بالحامض بواحد الكريمه اللي هي روعه اقتصاديه وغتوجد في رمشه عين. الا مهتمه بهاد لا فيديو تبعيه معايا عفوا من الاول حتى الاخر. غندوز معك ان شاء الله المقادير طريقه التحضير. عندي هنا بسكويت اللي شديته انا طحنته هاشيته هاد النوعيه. عندي اللي فيها 8 ديال القطع. درت ربعة ديال العلبات. هنا عندي نصف كأس ديال الزبدة اللي هي مذابة، غادي نضيف غير نصف الكمية ديالها، وغادي نحاول نبسبس هاد البسكوي مع الزبدة كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقة هادي. يعني باش نعرف القوام اللي خصني نحصل عليه انا. ما كنحاول نحاول ما نديرهاش ميدمه، ما نديرش الطبقه تحتانية تكون ميدمه باش ما كتجيش فيها ليدان بزاف وصافي. مهم انا هنا كفاني نص كأس بقياس كأس العنبة في هاد القياس اللي عطيتكم. كيف ما كتشوفوا كنحاول ندخل انا، هذا هو القوام اللي احتاجيته، هذا هو القوام المرغوب فيه. صافي هنا غادي ناخذ هاد السيركل اللي ديجا انا فرشت لي بابي كويسون. القطر ديالو 22 سنتيم كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي نبدا نصب الخليط. كيف ما كتشوفوا غنبقى نطابي عليه. هنا ما حاولتش نسرع عليكم العمليه بزاف باش تشوفوا كيفاش. مهم نتوما راه كتعرفوا التشيز كيك راه ضروري كطابي على البسكوي باش كيتجانس، باش كيلصق مع بعضياته. صافي كنحاول نطابي عليه هكا بهذه الطريقه هذه. هنا خديت هذا الكاس وكنحاول نقاد الوجه ديالو بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد راني غندخلو ان شاء الله ملي غيتقاد الوجه ديالو غادي ندخلو المجمد حتى يجمد ليا. ريت ما نكمل انا بقيه المراحل. هنا عندي كاسرونه غادي نوضع فيها نصف لتر ديال الحليب، وغادي نوضع قشور ديال حامضه اللي انا بشرتها من طبيعه الحال غير باش كنعزز المذاق ديال الحامض. درت هذوك القشور ديال الحامضه مع الحليب باش نعزز مذاقه الحامض. انا حطيتها فوق النار حتى تغلى ليا وعاد عاد غادي نجيبها. هنا غادي ندوز معاكم في بول. غادي ندير 3 المعالق ديال كريم باتيسير، 3 معالق ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. غادي نضيف واحد الساشي ديال فلون فاني. هاد فلون ديال الشينوا حيت هو اصلا فيه داك فيه عفوا فيه نكهه الفاني وفيه الملون اصفر تيعطي واحد اللون اصفر في الكريمه. هادشي علاش انا اختاريت هذا الفاني هذا الشينوا بالضبط، ما درتش الاخر حيت هذا هو تيعطي داك اللون الاصفر. كيف ما كتشوفوا صافي كنحاول نحرك العناصر كامله. هنا صافي راه غلى ليا الحليب، غادي نحاول نصفيه من دوك القشور ديال الليمونه او حامضه عفوا، وكنبقى نصب في الخليط كامل على هذيك الكريمه اللي درت كريم باتيسير والسكر سنيده والفلون. غنحرك الكل كيف ما كتشوفوا، وغنعاود نردها في الكاسرونه اللي كان فيها الحليب. صافي غنحطها فوق النار حتى تعقاد ليا حتى تجانس ليا الكريمه. غنرجع ان شاء الله معكم. اللي وصلت لهنا ما ينساش يخلي لي واحد اللايك، الله يسهل عليكم. ومن طبيعه الحال كنحطوا الكريمه وكنبقاو حنا مستمرين في التحراك، ما كنحبسوش حتى كتعقد لينا الكريمه عاد كنحبسوه. كنبقاو نحركوا بهذا الشكل هذا حتى كتعقد. من بعد ما عقادت كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام المطلوب او المرغوب فيه. ما كتعقدش بزاف، كنخليوها شويه سايحه. هنا غادي نضيف واحد الحك ديال الجبن جبلي. الا ما متوفرش عندكم فتقدروا تستعملوا ياغورت طبيعي بدون سكر. صافي كنحاول نحرك الخليط كامل حتى كيتجانس ليا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا انا كنخلط حتى كيتجانس ليا الخليط كامل. وغادي نضيف ليه 2 معالق ديال عصير حامضه باش كيعزز ليا المذاق ديال الحامض. صافي كنصب الخليط فوق من
الطبقه ديال البسكوي اللي ديجا انا خرجتها من المجمد. هنا غادي نمشي معاكم الطبقه الثالثه. هنا عندي 3 ديال المعالق ديال معلقه ديال النشا و3 معالق ديال السكر سنيده. عندي كأس ديال الماء، وعندي كأس الا ربع ديال عصير حامضه، وعندي لاغوم ديال الحامض. هاد النكهه، هاد لاغوم ديال الحامض كتعطي اللون وكتعطي النكهه. صافي كنحرك الكل وكنحط فوق من النار حتى كيتجانس، حتى كيغلى ليا هاد المكونات كامله ونحس بهم بداو كيعقادوا، وكنطفي. كنحاول نبردهم، ما كنديرهمش سخان فوق من تشيز كيك او فوق من الكريمه باش ما تيتقبوش ليا الكريمه. هنا الكريمه من بعد ما جمدات فانا جبتها من المجمد، وكنحاول ندير سباتول وكنصب هاد الخليط. هاد الطبقه الثالثه اللي كيف ما كتشوفوا كتجي ترونسبارون وكتعطيها واحد اللمعه، واحد اش غنقول لكم، واحد المذاق اللي هو رائع. نكهه الحامض اللي هي رائعه وغزاله. صافي هنا من بعد ما كملت هاد الطبقه الثالثه غادي نحاول نسوي الوجه كيف ما كتشوفوا، وغندخلها للمجمد ريته ما تجمد ان شاء الله، نخرجها وغنكمل معكم ان شاء الله باقي المراحل. هنا من بعد ما جمدات فانا غنديمو ليها من هذا المول. غادي نحاول ندوز السكين من الجوانب باش ما تشققش ليا. كيف ما كتشوفوا كندوز السكين غير بشويه على الجوانب كامله بهذا الشكل هذا. كنبقى غاده معاها. اللي وصلت هنا ما ينساش يخلي لي واحد اللايك فضلا وليس امرا. من طبيعه الحال الا عجبك لا فيديو. صافي هنا غادي نحاول نحيد ليها المول وغادي تشوفوها معايا ان شاء الله في شكل نهائي. غنقدمها قدامكم. غادي ندير لها ان شاء الله الحامض وغادي تشوفوها معايا. غير بشويه. حاولوا البنات الا درتوها في مول فحال هذا، حاولوا غير بشويه. انا ما متوفرش عندي داك الكيت حلوي تسد، فهو هذا كتجي به مفينيه شويه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه. حيدتها حطيتها في طبق التقديم، وغادي ندير لها هاد الشرائح ديال الحامض كيف ما كتشوفوا اللي كيجيو روعه، كيعطيوها واحد الجماليه. ودرت عريشه ديال النعناع غير باش نكاسي داك اللون الصفر في الصفر وباش تبان لاطاق ديالنا. نتوما زينوا باش ما بغيتو. كتجي منعشه في هذا الصيف، غادي تنعشوا بها. صافي هنا درت شويه ديال قشور الحامضه اللي انا بشرتها او حكيتها، درتهم من الفوق. صافي وهذا هو التزيين البسيط اللي درت ليها وجات روعه وجات رائعه وجات بنينه. غنقطع معكم واحد المورسو اللي مستقيه الوصفه. كيف ما كتشوفوا انا غادي نقطع معكم هاد التي مورسو بهذا الشكل هذا. غادي نقطعه وغادي تشوفوا الطبقات من الداخل كتجي رائعه. صدقوني البنات غتجربوها وغادي تعجبكم. شوفوا كي كتجي، عرفتي الكريمه ديالها روعه. مذاق الحامض رائع. مذاق اصلا الحامض كيعطي انتعاش في الحراره. شكون اللي متفق معايا؟ انا كيعجبني الحامض ومن عشاق الحامض. كيحمقني. شوفوا كيف ما كتشوفوا الكريمه ديالها رائعه. هنا راه صافي. هنا راه ما خليتهاش تجمدات. نتوما تقدروا تخليوها ليله كامله. انا مهم مع التصوير حاولت نوريكم نقطعها ونوريكم كيفاش جاي القوام ديالها. فكتجي روعه الصراحه. جربوها وردوا عليا الخبر. هنا الفيديو ديالي شرف على النهايه ديالو. كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع